بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبايبي الغاليين، يا رب نكون بخير كده ونكون بنذاكر عشان ربنا يكرمنا تبقى مسك الختام كده، ختامها مسك ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله، تبقى اخر امتحان خير علينا وعليكم بعون الله تعالى. ماشي يا باشا، الفيديو دوت هنحل مع سيادتك اسئله الاستدلال الاستقرائي كلها. خد بالك ده اهم باب في المنهج كله بتاع المنطق. بتتكلم السنه اللي فاتت جابوا فيه 8 اسئله، تخيل 8 من 23 سؤال، يعني اتكلمنا في ثلث الامتحان لوحده في الاستقراء. ركز في الاستقراء، ركز في اسئله الاستقراء عشان ربنا يكرمنا كده ان شاء الله، ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي. باب الاستقراء من الابواب المهمه جدا 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 يا شباب، اللي بيجي لك في اخر السنه 8 اسئله. هرجع لك الباب دوت على اكتر من فيديو حبيبي. ركز بقى كده معايا في الاسئله كده وافهم كل سؤال بيتكلم عن ايه. طبعا السؤال دوت طبعا اكيد عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ الراجل العالمي دوت ابو طبعا كاسكيتا السؤال دوت عمنا فرانسيس بيكون، رائد المنهج العلمي المعاصر، المنهج الاستقرائي التجريبي في العصر الحديث، لازم نجيب صورته. طبعا عمنا ابو علي، فاكر ابو علي حسن بن الهيثم، ده الموسوعه بتاع مؤسس علم البصريات. دولت اتنين بس من رواد المنهج الاستقرائي التجريبي. ماشي يا غالي، ركز في الفيديو، هنزلك بقى الباب دوت على اكتر من فيديو زي ما قلت لك. يلا بينا يا باشا، على الله التسهيل، ونشوف كده اسئلتنا بتقول لك ايه. جبت لك ابتدي كده مع سيادتك برضه بترتيب المنهج بتاعك. في نماذج 21 سالوا في سؤال على اللي عارف ان المنطق عامه هو علم الاستدلال، العلم اللي بيدرس الاستدلال، وعارف ان الاستدلال هو الانتقال من المعلوم الى المجهول، الانتقال من مقدمات معينه الى نتيجه تلزم عنها عمليه عقليه منها بوصل لنتائج. الاستدلال بستنتج نتيجه من مقدمات. وعارف ان الاستدلال نوعين، استنباط واستقراء اللي عملهم ارسطو. الاستنباط بنتقل من عام لخاص، مش كده السما هابط. الاستنباط سوري، علاقه مقدمات بنتيجه ليس الا. الاستنباط عقلي، لزوم النتيجه عن المقدمات من غير ما ارجع للواقع الفعلي. اما الاستقراء قلت لك عليه ده استدلال هابط، بتنتقل فيه من خاص لعام، النتيجه اكبر من المقدمات. الاستقراء قلت عليه برضو ده استدلال مادي، برجع فيه للواقع الخارجي عشان اجمع معلومات. الاستقراء ده كان استدلال تجريبي، بعتمد على الملاحظه والتجربه. بس فكره كده سريعه عن الاثنين، من عام لخاص استنباط، من خاص لعام استقراء. شوف بقى اسئلتك، وده لازم انا اجي لك سؤال في الجزئيه دي على فكره. قلت لك كمان انواع الاستقراء عند ارسطو نوعين، في استقراء ناقص لما ينتقل من خاص الى عام زي ما قلت لك من شويه. اقول لك نهر النيل عذب الماء، نهر دجله عذب الماء، الفرات عذب الماء، تبقى كل الانهار عذبه الماء، من خاص لعام. في بقى انتقل من عام لعام، ده اسمه استقراء تام او كامل. عايزين نعرف غياب فصل معين، بنعد الفصل كله نعرف الغياب بتاعه قد ايه. عايز اوزع هدايا على الطلبه بتاعتنا، بنعد الطلبه بتاعتنا كلها ونوزع عليها هدايا. درست الزياره كلها، حكمت عليها كلها، ده اسمه استقراء تام. لازما هيجي لك سؤال على استنباط او استقراء تام او ناقص في البدايه بتاعتك. ده سؤال اولاني كده، خد بالك منه، لازما هيجي لك منه. وتعالى نشوف ازاي. بص يا باشا، واحد ده جه في النماذج 21، يعرفه بول موي بأنه ما يرغم السامع إذا ما اعترف بمبادئ معينة تسمى المقدمات على قبول النتيجة، بحيث لا يكون المرء في حاجة إلى طلب النتيجة كما يفعل أصحاب الجدل. أنا مش عايز نتيجة، إنما تفرض النتيجة بضرورة مطلقة. أنا انتقلت من مقدمات إلى نتيجة. لسه قايله لك من شوية، من دقيقتين، لما انتقل من مقدمات إلى نتيجة. هل كده عملنا تحليل؟ التحليل القسم المشكلة لعناصرها، مش تحليل. طب هل كده عملنا مماثله؟ لما شبه شيء بشيء، مش مماثله. طب عملنا نقد، عرفنا مواطن القوه والضعف، هو ده النقد. في كل شيء مزايا وعيوب، ما عملناش نقد. لكن يا سيدي لما انتقلنا من مقدمات الى نتيجه، احنا عملنا ايه يا باشا؟ عملنا استدلال. وده كان اول سؤال على تعريف الاستدلال، الانتقال من المقدمات الى النتيجه. ماشي، تعال للتاني. سالنا بقى انواع الاستدلال هنا، قال لك كل متقن الصنع محبوب، كل جميل متقن الصنع، لذا فإن كل جميل محبوب. أبدي عندك بكلمة كل جميل، كل متقن الصنع، كل جميل متقن الصنع، إذا كل جميل محبوب. هنا النتيجة بتساوي المقدمات. طب امتى النتيجة تساوي المقدمات؟ في أنهي أنواع الاستدلال يا عم شريف؟ في أنهي الاستدلال الاستنباطي؟ النتيجة بتبقى أصغر من المقدمات، أو النتيجة بتبقى مساوية للمقدمات. طب الاستدلال الاستنباطي نتيجته أصغر أو مساوية. طب يمشي أي حاجة في الأربعة. تعال نشوف اللي عندك. ألف، نتيجة أقوى من مقدماته، دي بتاعت الاستقراء. ما الاستقراء إما النتيجة أقوى أو أضعف، ده الاستقراء. نتيجة تلزم عن مقدماته، ممكن والله ما انت قلت لي مثلا الاستنباط صوري، لزوم النتيجة على المقدمات، بس استنى أكمل للآخر.
نتيجة لا تلزم عن مقدمتها مستحيل. طب نتيجة أضعف من مقدمتها، النتيجة القوية أو النتيجة الضعيفة، ساعتها بتروح للاستقراء حبيبي. لكن ما دون اخترنا إجابتنا كانت الاستنباط، إذا النتيجة تلزم عن المقدمات، لأن الاستنباط قايم على لزوم النتيج عن المقدمات، اللي هو الاستدلال الصوري. ما هو اسمه كده استنباط صوري عقلي. مش محتاجة حاجة يعني. تعال الرقم 3. تعال نشوف سن 3 بقى يا باشا اللي جه السنة اللي فاتت. قال لك سن 1 سن 2 سن 3 إلخ إلى سن 9. دي مجرد أمثلة للرموز لأمثلة، يعني أي معادن أيا كان بقى، أجزاء معرضة للجاذبية. سن 1 سن 2 سن 3 إلخ سن 9 هي كل أجزاء المادة في المقدمة. النتيجة قال لك إذا كل المادة معرضة للجاذبية. درس الظاهرة كلها وحكم عليها كلها. طب لما أدرس الظاهرة كلها واحكم عليها كلها، ده اسمه استقراء. ايه يا مستر؟ ما قال لك نستخلص من الاستدلال السابق احد صور الاستقراء عند ارسطو يعتمد على، ده اسمه استقراء تام. من قلت لك هذه الظاهره كلها احكم عليها كلها، استقراء تام او كامل. طب اي حاجه في الاربعه الاستقراء الكامل يا مستر يفيد احصاء كافه افراد الظاهره. تمشي، بس برضه قلت لك اتاكد، ما درست الظاهره كلها اهوت عملنا احصاء. يمكننا من التنبؤ بالحالات المماثله، ده لو قال لك استقراء ناقص. يفيد معرفة علمية احتمالية الصدق، ده استقراء ناقص. ما هو الناقص احتمالي، انما الاستقراء التام يقيني، لان اي استقراء بصفة عامة احتمالي، انما الاستنباط هو اللي يقيني. يوضح غير المألوف بالقياس للمألوف، يشبه شيء بشيء، دي مماثلة ملهاش اي علاقة، ما جبنالكش تشبيه حاجة بحاجة. كل اللي عملنا اللي احنا عملنا احصاء لكافة افراد الظاهرة، فعملنا لك استقراء تام. خد بالك الاستقراء التام استقراء احصائي، استعداد تام، استقراء كامل، وقوانينه يقينيه. عشان كده بتشبهه بالاستنباط، الاستنباط برضه يقيني. لكن الاستقراء الناقص او الاستقراء بصفه عامه نتيجته احتماليه. خد بالك برضه من دي، برضه نتيجه الاستنباط يقيني، نتيجه الاستقراء احتمالي، بعد الاستقراء التام اللي هو اليقيني. تعال 4 ده جه في مايو 2022. نبه ارسطو الى التأني والتريث في البحث، لكن كان يقفز الى نتائج كليه من مقدمات تجريبيه. يقفز لنتائج كليه من مقدمات تجريبيه، بينتقل من خاص الى عام. لا تبرر صدق النتائج. موقف ارسطو يبرر لجول العلماء الى منهج الاستقراء لما انتقل من خاص الى عام. اذا يا عم شريف هو منهج الاستقراء تمام. سامعك، برافو عليك، يلا برافو عليك. الناقص اللي نتيجته احتماليه زي ما قلنا. لكن لو بص حتى بقيت اجابتك التام يقينيه الصدق، ده مش تام، رغم ان التام يقيني لكن ده مش استقراء تام. النتيجه مساويه للمقدمات، هو الاستقراء التام. الاحصائي الفاحص لكل الجزئيات هو الاستقراء التام. يعني ب وج ودال 3 معلومات على الاستقراء يا حبيبي التام. كده اجابتك كانت الاستقراء الناقص. الاستبعاد بقى تفيدك قوي هنا. شكلك فاهم يا نص. ماشي يا غالي. ادي رقم 4. تعالى بسرعه كده ننقل لرقم 5. برضه بنتكلم برضه في انواع الاستقراء. معرفه. ده جه في 121 يعني 23 22 21، يعني كل سنه يجيب لك يا استنباط يا استقراء. ده استقراء تام، ده استقراء ناقص. 5 قال لك معرفتك ان دواء بعينه قد عالج كثير من المرضى، بالذات عالج كتير منهم، ثم ادركت وعممت انه يعالج غيرهم ممن يصابون بنفس المرض. انت انتقلت من خاص الى عام. انتقالك من خاص لعام يبقى ايه؟ قول يا بيت. من خاص لعام. هنا بنتكلم على استقراء ناقص. طب اني حد في الاربعه اللي عندي يا مستر اللي يمشي استقراء ناقص؟ بتلاقي باخد بالك من معلومات كل حاجه. يفتقر للقفزه الاستقرائيه. لا، ده اللي بيميز الناقص ان في قفزه استقرائيه، انتقال من خاص لعام او من معلوم لمجهول. ده التام اللي ما فيش قفزه استقرائيه، ما ينفعنيش. ب يعتمد على فحص كل حالات الظاهره، ده على التام، ما ينفعنيش. يفتقد المعرفه الجديده، ده التام، ما التام نتيجته شيء اي حاجه جديده. يعني الف وب ودال كانوا 3 معلومات على الاستقراء التام. انما المعلومه اللي تمشي على الاستقراء الناقص يساعدنا بالتنبؤ بالحالات المماثله لما درسنا حديد ونحاس ورصاص ثم تعممنا على كل المعادن. ده الاستقراء يا باشا الناقص. اجابتك كانت رقم ج. رقم 6 بعيد عنك وعن السامعين. اغسطس 22 قال للعيال الحواس ابواب المعرفه بالاحساس والتجربه.
نعرف الحالات الجزئية وبالعقل نتوصل إلى الكليات. بنعرف الحالات الجزئية بالحواس والعقل نستنتج الكليات. فانتقلنا من إيه لإيه؟ لا ما اعرفش. قول. كتاب الله ما اعرف. انتقلنا من خاص إلى عام. انتقلنا من خاص لعام يعني إيه؟ يعني استقراء ناقص. تمام. أي واحد من الأربعة اللي يمشي معانا استقراء ناقص يا مستر؟ نراجع مع بعضنا. قلنا يفتقر القبضة الاستقرائية ده التام، إنما الناقص في قبضة استقرائية. يفحص كل المفردات الظاهرة ده التام، نتيجته تحصيل حاصل ده التام. وما ادوا كل معلومات عن التام. افهم. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك بالصبح. لكن يا باشا لما قال لسيادتك ينتقل من المعلوم للمجهول، هو ده انتقلنا من خاص الى عام، لان الحاجات الجزئيه حاجات انا عارفها، الكليات المماثله ليها حاجات مجهوله بالنسبه لي. فانتقلنا من خاص الى عام وعملنا استقراء ناقص. خدت بالك بقى من حاجه في الاسئله اللي فاتت دي كلها؟ مش شرط يقول لك تام ولا يقول لك ناقص، يجيب لك معلومات من قلب الشرح بتاعها، فاعرف مميزات كل حاجه، وهتلاقي في الاسئله دي كلها مميزات كل حاجه ايه. ماشي يا حبيبي؟ فاسمع كده وافهم. مش شرط يقول لك تام وناقص او يقول لك استقراء ولا استنباط، يقول لك من قلب الشرح بتاعه زي ما شفت الاسئله اللي فاتت دي كلها. في اغسطس 21 جابوا للعيال سؤال وقالوا له قد لا يتيسر للباحث ملاحظه كل فرد من افراد ظاهره ما في مكان ما وزمان ما يقدرش يعمل كده. فيعمل ايه بقى الباحث؟ قال لك فيضطر الباحث لملاحظه نماذج منها. احنا لاحظنا شويه نماذج بس، لاحظنا حالات جزئيه عشان انتقل من الحالات الجزئيه الى الحالات الكليه. انتقلنا من خاص لعام. ها جدع؟ تمام. استقراء ناقص يعني ولا هو احصائي، الاحصائي اللي هو التام اللي هو الكامل، ولا هو تمثيلي هو المماثله، ولا هو الشكل. مفيش حاجه اسمها استقراء شكلي اساسا، عشان برضو ما تهبديش، عارفك ما تهبديش، ده استقراء ناقص. انتقلنا من خاص الى عام. وادي يا حبيبي سؤالك رقم 7 في انواع الاستقراء ايه. تعال نشوف 8. شوف جات كتير قد ايه في نماذج 23 السنه اللي فاتت. قال لك قد تكون القوانين تلخيصا لمعرفه سبق تحصيلها. تلخيص لمعرفه سبق تحصيلها، مثل ملاحظتنا ان الجمل وفصائل اخرى تم حصرها، عددها كلها يعني تكتر، وهي ايضا مشكوكه الظفر، فتجمع كل هذه المعلومات في قضية عامة وتقول أن كل حيوان مقتر مشكوك الظفر. أنت درست كل الحالات وادتك تلخيصا لمعرفة مسبقة سبق تحصيلها. لما نلخص معلوماتنا كلها ووصل لقانون عام، فانتقلت من العام للعام، ما جبناش معلومات جديد. النتيجة بتاعته زي المقدمات بالظبط، يعني استقراء تام أو كامل، ما هوش حدسي، ما هوش ناقص، مش من خاص لعام، ما هوش تمثيلي او تماثلي اللي هو المماثله، انما الصح زي ما انت قلت لي معايا ده استقراء تام. برافو عليك. لان المعرفه لما نلخص معرفه تحصيل كل ما قلت لك احصائها وقلت لك حصرها كلها، لما دام عملنا احصاء او عملنا حصر فانا كده درست كل الجزئيات. ومن هنا كان استقراء ايه يا حبيبي؟ استقراء تام. تعالى ل9 من اقوال الامام الغزالي. يجب تصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كل. نبحث جزئيات كتيرة، مش نبحث كلها، جزئيات كتيرة ماشي تحت معنى كل واحد. ما فهمتش؟ انت يعني فهمت السابق؟ كمل. فإذا وجدت حكما على تلك الجزئيات حكمت به على ذلك الكلي. حكم من الحكم على الجزئيات بتحكم على الكليات. انتقلت من خاص إلى عام. انتقالك من خاص لعام، هل هو استقراء تمثيلي؟ قلنا لا ده مماثل. احصائي؟ قلنا ده تام. شكلي؟ قلنا مفيش حاجه اسمها شكلي. انتقالك من خاص لعام كان استقراء زي ما قلت لك ايه يا حبيبي؟ برافو عليك، استقراء ناقص. وده كان سؤالك رقم 9 في اول جزئيه اللي بيجي لك منها سؤال اساسي. انا قلت لك هو اساسي. سؤالك 10 اللي جه في نماذج 21. اراد عالم رياضي معرفه ان درجه زاويتي القاعده في المثلث متساوي الساقين متساويتان أم لا، فأقام البرهان على مثالين ثم عمم الحكم على جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين. وفي الآخر وضع لك القاعدة إن كل مثلث متساوي الساقين زاويتين القاعدين فيه متساويتين. الراجل برهن على مثالين ثم عمم الحكم على جميع الأمثلة.
سامعك وانت بتقول لي مش مماثله يا مستر. تمام. مش استقراء كامل يا عم شريف. تمام. ولا استقراء تام عشان اتنين زي بعضهم. ناصح يالا. انتقلنا من خاص الى عام. كان استقراء ايه يا باشا؟ استقراء ناقص. ده انواع الاستقراء، وده مهم جدا 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 تبقى فاهم انواع الاستقراء. سؤال هيجي لك منه اخر السنه. ادي يا حبيبي كل الاسئله اللي جات لسيادتك على الانواع الاستدلال، استنباط واستقراء، تام ولا ناقص، ولازما هيجي لك منهم سؤال اخر السنه. فيديو كده صغير كده على السريع نزل كده الاستقراء كده بكام فيديو كده صغيرين. ماشي يا حبيبي؟ اسمعهم كويس وافهم اسئلتك كويس. خلاص؟ يلا سلام عليكم، واستنى الفيديو التاني بعد منها على طول حبيبي.